السلام عليكم طلاب. اليوم أريد أسولف على قسم طب الأسنان وقسم الصيدلة وشنو لازم تختارون. مثلا أنا طالب سادس ناجح بمعدل عالي، أريد أدخل حكومي أو أهلي ومحتار بين الأسنان والصيدلة. بالأخير راح أسولف لكم. هسه خلينا نسوي مقارنة بيناتهم اثنينهم. نجي على أسنان مدة دراسة 5 سنوات، نجي على الصيدلة مدة دراسة هم 5 سنوات. المعدل بالأهلي اثنينهم 85. نجي على المعدل الحكومي، الأسنان أعلى معدل على حدود العام السابق، أعلى معدل بجامعة بغداد من قبل 99.43، وأدنى معدل جامعة تكريت 98.86. نجي على الصيدلة، أعلى معدل بجامعة بغداد 99.14، وأدنى معدل جامعة نينوى 98.43. نجي على نوع الدراسة، بالأسنان فصلي، نظام فصلي، إنه السنة تخلص على 10 درجات فصل أول عملي ونظري، و20 درجة نصف سنة، و10 درجات فصل ثاني هم عملي ونظري، راح يصير 40 درجة. الفاينل من 60 درجة، 40 نظري و20 عملي، راح تصير الدرجة بالأخير من 100. نجي على الصيدلة، نوع الدراسة بها هي كورسات، السنة مقسومة كورسين أول وثاني، وكل كورس مواده تختلف. مثلا كورس أول تمتحنون مد وفاينل، والكورس الثاني هم تمتحنون مد وفاينل. نجي على أهمية قسم الصيدلة وقسم الأسنان، اثنينهم هم واحد ما يقل أهمية عن الآخر، لكن مثلا الصيدلة من الكليات اللي لا تقل أهمية عن كليات الطب العام. أما الأسنان تسعى إلى تقديم كافة الخدمات والرعاية المتطورة في مجال العناية بالأسنان بالعراق. نجي على نبذة دراسية على ال5 مراحل اللي راح تدرسوها. الأسنان أول مرحلتين راح تدخلوها بشكل عام، راح تكون دراستها لاكتساب معلومات طب عامة عن الجسم ووظائفه وبعض التشريح وأساسيات الأسنان. أما من المرحلة الثالثة راح يبدأ التخصص والدراسة الجدية، وبالمرحلة الخامسة والرابعة راح تشتغلون عمل بديكم، يعني تجيبون بيشنت وتمتحنون عليه، تسووا له قلع أو حشوات ضوئية أو للجذر وتمتحنون هيجي. نجي نبذة دراسية عن قسم الصيدلة. أول مرحلتين راح تكون دراستك لاكتساب معلومات طب عامة من الجسم ووظائفه، وتعتبر من أساسيات الصيدلة. أما السنة الثالثة راح تكون الدراسة الجدية ويبدأ التخصص. بالنسبة للسنة الرابعة بعض الطلاب يسموها مقبرة الصيدلة، والسبب يعود لصعوبتها. والسنة الخامسة تكون دراستك متعلقة بالصيدلة من تحضير الأدوية وغيرها. نجي على تعيين اثنينهم مركزي مثل ما نعرف بقانون بالدستور رقم 6 سنة 2000، دا يحاولون يعدلونه، ولحد الآن ماكو شي قرار رسمي. أنا برأيي اللي يدخل قسم صيدلة أو قسم طب الأسنان ورغبته التعيين فقط ما راح ينجح بحياته. يدخل إنه هذا القسم أنا راغبه، وحتى إذا ماكو تعيين بالأسنان راح نقدر نفتح عيادة ونشتغل، مو إلا نعتمد على الحكومة. وبالصيدلة همين إذا ماكو تعيين أقدر أفتح صيدلية، أقدر أشتغل يم صيدلية، أقدر بمذخر، أقدر أجر الإجازة مالتي، وهواي بها، يعني ما راح توقف الحياة إذا ماكو تعيين. الراتب اثنينهم 870، الصيدلة والأسنان. نجي هل أبو الأسنان يقدر يكمل دراسات عليا؟ اثنينهم الأسنان والصيدلة يقدرون يكملون دراسات عليا. أما أبو الأسنان يقدر يتخصص بجراحة الوجه والفكين، ويقدر يختص بتقويم الأسنان وغيرها من التخصصات. بالنسبة اللي محتارين بين الصيدلة والأسنان، أنا شرحت لكم مختصر عن القسمين، لكن يبقى الاختيار لك. إذا أنت كان رغبتك بالتدخل الجراحي فتوكل على الله وادخل أسنان. أما إذا عندك فوبيا من سوالف الجراحة وهاي شي، ادخل صيدلة، وهن نفس القسمين، يعني بالنسبة لي أنا أشوفهن حلوات. هو يبقى حسب رغبة الطالب،
وين يشوف حلمه اللي كان يحلم بيه بالصيدلة بالأسنان، وأكيد هو يعرف بيا مجال راح ينجح. ويا رب أتمنى لكم كل التوفيق. أني مسوي لكم تخفيض على الأسنان والصيدلة بكم كلية ببغداد على قسط 4.5. العام قدرت أساعد أكثر من 200 طالب سجلناهم على التخفيض. فالسنة راح أخلي لكم الرابط أول تعليق مع القناة، وإن شاء الله كل التبليغات بس ينفتح التسجيل. هاي بالنسبة للأهلي، بس ينفتح التسجيل راح أكون وياكم.